السلام عليكم. مرحبا بكم في واحد القصة جديدة وغامضة بزاف. اليوم غادي نحكي لكم واحد الأحداث اللي وقعوا لواحد الشاب سميتو سليم، واحد المراهق في عمر 17 عام. عقله مليان فضول وكيعشق التكنولوجيا بزاف، ولكن هاد الفضول غادي يجروا لهاد القصة اللي ما عمرها خرجت للناس، وغادي تخليكم تفكروا بزاف قبل ما تمسوا أي جهاز قديم كيبان ما عندوش قيمة. سليم نهار عادي كان كيقلب في السوق القديم على شي قطع باش يكمل واحد المشروع صغير عنده في دارو. السوق كان فيه داك الجو ديال الحوايج القدام، الغبرة، الروائح المختلطة، والناس اللي كيعرضوا سلع ما تعرفش منين جات. لكن وسط داكشي كامل عين سليم وقلت على واحد صندوق معدني صغير، ماشي جديد وماشي بزاف قديم، ولكن فيه واحد اللمعة في الحواف ديالو، بحال شي جهاز كيخبي واحد السر. قرب عند البائع وقال ليه: شحال هذا؟ البائع جاوبوا بطريقة غريبة: هاد الجهاز ماشي للبيع، ولكن اليوم انت أول واحد شد عينيك فيه، واخا ديه بثمن بسيط. سليم استغرب ولكن خداه ومشى. رجع لدارو في الليل وربط الجهاز بالكهرباء باش يشوف شنو كاين في داخله. أول ما دار هاد الحركة الدار كلها طفات عليها الضوء. الجهاز بدا كيضوي بشوية بحال شي نبضة كتعيش، وقبل ما يفصلوا خرج سطر في الواجهة الرقمية: Connecting to home. سليم تجمد، ولكن الفضول غلبو الخوف وسول شكون كاين في هذا الجهاز. بدا الجهاز كيصدر صوت هادئ: سليم، الدار ديالك فيها سر خاص، وانا ماشي جهاز، انا ارشيف. هنا بدات القصه كتخلع بصح. الجهاز بدا يحكي ان هاد الدار قبل ما يسكن فيها سليم كانت عباره عن مشروع سري، وفيها غرف مخفيه وتجارب تكنولوجيه حاولوا يطوروها، ولكن توقف كل شيء فجاه. سليم ما صدقش في الاول، حتى قال ليه الجهاز: كاين باب في داركم كيبان بحال الحيط، ولكن ماشي حيط. سليم مشى للغرفة اللي وصفها الجهاز، قرب عند الحيط، ضرب عليه بيدو وصوت خاوي خرج من الداخل. هنا عرف أن الأمور صحيحة، جاب مفك وحاول يشوف شنو راه الواجهة، حتى طاح جزء صغير من الحيط وخرج أمامه باب صغير مضوي بالرمز كيضرب نفس الوميض ديال الجهاز. فتح الباب ولقى ممر ضيق كيهبط لتحت الدار. الهواء بارد بزاف، والرطوبة كانت كتعطي إحساس أن المكان ما تفتحش لسنين طويلة، ولكن الفضول دفعه باش يكمل. وصل لغرفة تحت الأرض، غرفة فيها أجهزة مستقبلية، شاشات كبيرة، صناديق كتفتح بالبصمة، وأسلاك كتقطع وتتلاقى بحال شبكة عصبية. ولكن الحاجة اللي ضرباته في العمق كانت الصور المعلقة في الجانب، كلها صور الناس اللي عاشوا في هاد الدار قبل، ولكن وجوههم ممحية، بحال شي حد مسح الهوية ديالهم بالكامل. الجهاز بدا كيصوت من جيبه: سليم، ما تشعلش الضوء بزاف، هاد المكان فيه صدى التجارب. سليم ما فهمش، ولكن قبل ما يطفي الضوء شاف واحد الظل كيتحرك من الطرف ديال الغرفة، ماشي إنسان وماشي شكل واضح، غير ظل كيمشي وكيتفرج. سليم خرج كيطلع الدروج بسرعته وسد الباب ورجع الغرفة هو كيحس قلبه غادي يخرج من بلاصتو. الجهاز هدر مرة أخرى: هاد الغرفة كانت لحماية الناس ماشي لحبسهم. من داك النهار بدا الجهاز كيحكي له أجزاء من الحقيقة. المشروع تحت الأرض كان كيسجل كل صغيرة وكبيرة داخل الدار. الناس اللي عاشوا هنا قبل كانوا كيجربوا تقنيات مراقبة متطورة، والظل ماشي كائن ولكن صدى ديال التجارب القديمة بقى عالق في المكان. سليم بدا كيتعمق في أكثر، كل ليلة الجهاز كيعطي واحد الجزء جديد من الحقيقة، حتى قال له واحد النهار اللي بقى خصو يكملوا شي حد، وانت هو اللي عندك القدرة. ومن هنا فهم سليم أن القصة ماشي غير ماضي، ولكن بداية مستقبل جديد. هل غادي يكمل مشروع خطير معرفوش من بدايته، ولا غادي يلقى راسو جزء من تجربة أخرى كتدور عليه بلا ما يشعر؟ كل شيء غادي تشوفوه في هذا الفيديو، وخليكم مركزين مزيان في اللحظات الأخيرة، لأن السر الحقيقي كيبان غير للناس اللي كيسمعون تركيز. إلا وصلتي لهنا اكتب غير الممر مازال مفتوح، وما تنسوش الإخوان اللي باغي يدعم القناة ويحمسنا نقدموا قصص أقوى يبارطاجي الفيديو ويضغط على زر الاشتراك باش نبقاو نكبروا هاد العائلة ديال القصص وحدة بوحدة. شكرا لكم كاملين على الدعم.